فسحة عيد الفطر المبارك ببني سويف أحلى خروجة وأجمل فوتو سيشن مجانا على الممشى السياحي أسد التجمع في انتظار الزائرين بحديقة الحيوان وملاهي حديقة النيل تستقبل الأطفال والألعاب. تتميز محافظة بني سويف بالعديد من الأماكن السياحية لقضاء عطلات عيد الفطر المبارك، حيث تنوع الأماكن السياحية داخل المحافظة تحقيقات وملفات. فسحة عيد الفطر المبارك ببناء سويف أحلى خروجة وأجمل فوتو سيشن مجانا على الممشى السياحي أسد التجمع في انتظار الزائرين بحديقة الحيوان وملاهي حديقة النيل تستقبل الأطفال والألعاب تبدأ من 5 جنيهات صور. عيد الفطر المبارك ببني سويف. ويعد الممشى السياح بمدينة بني سويف من أجمل الأماكن السياحية والذي يصفه أهالي المدينة كونه أحلى خروجة وأجمل فوتسيشن، حيث يتميز الممشى كونه يضم النافورة الراقصة ومدينة الملاهي بالإضافة إلى بوابات دخول وخروج مخصصة لذوي الهمم. كما يضم الممشى السياحي العديد من المطاعم والأماكن الخضراء التي تتميز بجمال الطبيعة لالتقاط الصور التذكارية. وتتميز بني سويف بحديقة الحيوان التي تضم العديد من الحيوانات داخل الحديقة، منها بيت الأسود الذي يستضيف أسد التجمع الأول الذي تم نقله إلى حديقة الحيوان بمدينة بني سويف. وأكدت الدكتورة هبة أحمد مدير حديقة الحيوان ببني سويف أن الحديقة انتهت من الاستعداد لاستقبال الزائرين في عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن التجمع الأول سيكون في انتظار الزائرين في عيد الفطر المبارك. وقالت الدكتورة هبة أحمد أنه تم توفير كافة سبل الراحة للمترددين على الحديقة.